يا رب يا رب والنبي الانتر هو اللي يتأهل يا رب. السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو طرش. فيديو النهارده انا بجد انا مبسوط فيه قوي بصراحه. ماتش الانتر وماتش برشلونه على ارض برشلونه، وكانت اهانه كرويه بامانه اهانه كرويه. الماتش يخلص بالتعادل الايجابي 3-3، وبصراحه الصراحه كانوا عاملين ماتش الاتنين جامد. ومع العلم انا بشجع ريال مدريد يا جدعان، بس امبارح الماتش كان عاجبني، وكنت اتمنى اكتر ان الانتر يكسب بصراحه يعني عشان لسه بنقول يا هادي من هنا، وهوبا ترام يلبسهم جون بالكعب. مفيش الاروع من كده. اتفرج على الجون يا غالي، اتفرج هوبا بالكعب. انا عايز افهم اللي نام على بطنه ده بيعمل ايه. بامانه الجون ده جامد قوي. الجون ده جامد قوي، بعيد عن اي حاجه الجون ده جامد قوي. يا ترام يا مفترض احنا ما كملناش دقيقه وتلبهم جون كده بالكعب، انت كده جامد. ويجي لهم على طول بعديها ركنيه، بعديها بتاع 5 6 7 دقايق كده، والواد دوم فرايز دوت، انا مش عارف بقول اسمه صح ولا غلط، يقلب باكورد. سنسجل الثاني، الهدف الثاني. مش في الركنيه. انا عايز افهم حاجه بجد والله، بعيد عن اي حاجه، انت يا رافينيا بتعمل ايه؟ انت الكرة فوق دماغك، يا ابني. انت بتعمل ايه بجد والله؟ يعني هو بيعمل كده ليه؟ طب ما انت ممكن تعمل كده، دي تجيب، دي ما تجيبش، انت فاهم؟ انت دي ما تجيبش خالص، انت بتعمل ايه انت؟ بس الحمد لله كده الانتر كسبان 2-0. طبعا المفروض الانتر اقوى دفاع، يعني المفروض خلاص يحط الاسمنت بتاعه والماتش يخلص 2-0 وتبقى ايه؟ مرضيه. يقولكوا ايطاليا تروقوا عليهم. لا ده ما حصلش خالص. الواد يميل يامال يضرب ترام، نقول ماشي، يعدي من دي ماركو ويعدي مش عارف من مين تاني، ويحط واحده ار2 في العارضه وتيجي جون. كليب برشاتوار يمشي لامين يامال، لامين الحل. جامده الواد ده. مكانه في ريال مدريد قسما بالله. الواد ده لو جه ريال مدريد احنا هنحس بقيمته. صدقني انشيلوتي هيقعدك دكه زي جولر والرجاله اللي قاعده اللي هي ما تقعدش دكه اصلا. وكده النتيجه بتبقى 2-1 لصالح الانتر. وتيجي بعد الجون بتاع يميل يامال بتاع 7 دقايق او 5 دقايق بالظبط، الواد رافينيا يجيله كوره على دماغه، بس يحطها للواد كده فران توريس جاي قام حطها في سومر. يعني الصراحه سومر الماتش ده شال كور بامانه ما تشالش. بس الواد رافينيا اداها لفران توريس كده، الواد الصراحه الجول لا فاضي، يعني لا الجون فاضي. كده النتيجه 2-2، والشوط الاول يخلص 2-2، وتيجي الدقيقه 60 ويجي للانتر ركنيه تاني ويجيب منها الجون تاني في الدقيقة 60. يبقى كده 3-2 لصالح الانتر، وخلاص تبقى مرضية بقى، وحط الاسمنت بتاعك. لا ازاي؟ بعديها ب3 دقايق بالظبط برشلونة يجي لها ركنية، والواد رافينيا يحط شومة. الواد يحط شومة في المرمى. بأمانة انا كريال مدريد انا بقول لك يا ابني الجون ده جامد قوي، بس هي خبطت في دار سومر، خلي بالك، وانتوا كسبتوا تحكيم. هما بيعملوا فينا كده. طب يا جدعان ما اقول لكم ايه، هما بيعملوا بتوع برشلونه بيعملوا فينا كده. فانا بس بصراحه الشوطه جامده. الماتش جامد قوي. عملوا الاتنين ماتش ابن حرام، بس كان نفسي الانتر هو اللي يكسب بصراحه يا جدعان. ما تقولش ما تحب الخيل لاخوك يا عم، انا بحب الخيل لاخويا الانتر يا عم، مش برشلونه لسه كسبانين في كاس الملك، فالموضوع مش طالب والله العظيم يا جدعان. بس انا احب اوجه رساله من هنا، من مصر لايطاليا: مبروك الانتر هيتأهل هناك في ايطاليا. وعارف يا انت لما تأهلتش في ارضك وبرشلونه كسبتك هناك، عليا النعمه تبقى فريق عره وجعر وتبقى بلف. طب يا اخواتي، وده بيكون نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. هنستنى التلات الجاي عشان نتفرج مين اللي هيطلع مين. ماشي الموضوع. المهم اهم حاجه انا عايزين نعمل لكم اشتراك في القناه وفعل زر الجرس، عايزين نوصل 2000 مشترك كده في اسرع وقت يا اخواتي. و سلام.